السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفات اسلام اللي غادي نقدم لكم كلاص باربع مكونات فقط. نتمنى ينال اعجابكم وما تنساوش تشاركوا معايا في القناة وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجة ممتعة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندنا علبة كريم شونتيي، عندنا 2 معالق كاكاو مور، عندنا نص لتر د الحليب، وعندنا حليب المركز المحلى. ندوزو دابا لطريقه التحضير. في هذا الاناء انا درت الحليب المحلى المركز، غنضيف ليه 2 معالق الكاكاو ونخدمهم. نخدمهم هكا. تيتخدم لينا الحليب و هذا الحليب المحلى المركز مع 2 معالق الكاكاو. انا غنستمر هكا ونتلاقاو باش نطلعوا الكريمه ديالنا. باش نطلعوا الكريمه غنبدا نضيف الحليب شويه بشويه وانا تنطرب. ندير الحليب شويه بشويه وانا تنطرب. انا كندير فيها نص سيترو. انا غادي نستمر هكا حتى تطلع ليا الكريمه ونتلاقاو باش نضيفوا ليها الحليب المحلى مع الكاكاو. بعد ما طلعت لنا الكريمه كتجي بحال هكا، غنضيف ليها الحليب والشوكولات، الحليب المحلى المركز اللي خلطنا معاه الشوكولات. ونخلطوها هكا. انا غنستمر في التحراك ونديرها في الكونجيلاتور حتى تجمد ونتلاقاو نشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. بعد ما جمد لاكلاص ديالنا خرجناه من الكونجيلاتور كيجي على هذا الشكل هذا. انا زينته بهاد لي سيغا، اللي بغى يزينو باللوز يزينو، كيبقى تزيين اختياري. ونتمنى تجربوه وراه كيعجب الدراري الصغار وحتى الكبار كلشي كيعجبو. وبصحه والراحه. وقبل ما نودعكم في هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم اسفل الفيديو. بصحه والراحه.